اليوم جينا على منطقة وأكلة جديدة وتجربة جديدة حابين نجربها مع بعض كلياتنا. اليوم جينا على مطعم تركي مختص بالفطاير التركية. نحن جينا على مطعم في منطقة كتير شعبية. هذا المطعم قدم فقط البيدة. هي البيدة عبارة عن فطيرة ولكن بتيجي بحجم رقيق كتير وطويل. الله عم بتقلي استنى لوقت ما تخلص طلبات ونجهز الفرن عشان نحضر البيدة مع بعض ونشوف شو رح تحط لك. طبعا بيجي هو فيها جبن اشقبان وبيجي فيها لحم وبيجي فيها كتير شغلات. وهي الأكلة مصنفة من أكلات الشوارع التركية. ما بعرف إذا حبيتوا هيك الفيديوهات أو هيك نوع من الفيديوهات. هذا الفيديو قديش بيوصل؟ أنا كتير متحمس عن جد، كتير عم نتعب بالفيديوهات. إن شاء الله تعجبكم الفيديوهات ونشوف عليها تفاعل مع الأيام. طبعا هون الاكل بتحسه اكل، كيف بدي اقول لك محمد، ما هو اكل بيوت، اكل سوق يعني، عفوا ما هو اكل سوق، اكل بيوت يعني مختصين. فبتيجي لهون بتاكل فطيره بنظافه وبضل ماشي. عم نستنى هلا الطلب، لازم اشرب موت جنبه شيء مش هيك؟ رح اطلب كمان اللبن عيران جنبه مشان اشرب. مثل ما لكم شايفين هلا نحن رح نشوف طريقه تحضير. دخلنا هلا على المطبخ التركي وهلا عم برق العجين ليساويها كثير رقيقه ويحط عليها باقي المكونات حتى تكون الفطيرة جاهزة. هي الأكل مصنفة من أكلات الشوارع التركية يا جماعة. وهلا حط عليها البسطرمة، بعدين حط عليها اللحم، وحط عليها بعدين اللحم المجفف. مثل ما لكم شايفين اللحم المجفف كتير رهيب. وهلا عم بسكرها مشان ادخلها على الفرن. هي المرحلة كتير حساسة بالنسبة لإلي. طلعوا الشكل، أنا شايف الشكل كتير خرافي بصراحة. متحمس كتير لأدوق الطعم. شايلة شوفوا الحنية اللي عم بشيل فيها العجينة. دخلها على الفرن. باي باي، أنا عم بستناكي برا. هون طلعت الفطاير. طبعا فطيرتي لسه جوا، اسلقاها الفطيرة جاهزة. صارت الفطيرة، وهي صارت الفطيرة جاهزة. عم بقطعها هلا ورايحين مع بعض مشان ناكلها. كل انواع اللحم موجود فيها الكاورما، هي اسمها اللحم المجفف، هي البسطرمه، هي اللحم القيمه مع البصل وهالشغلات، وتحتها كان الجبن الاشقوان. شيء رهيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما لكم شايفين الطعم بلشت اكله فكنت كتير مصدوم من الطعمه. عن جد كانت الطعم كتير رهيبه. انا ما توقعت بصراحه لهالدرجه يكون الطعم ناهي. أنا كتير كنت متحمس لأدوق الأكلة وأدوق التجربة هي ونعيشها مع بعض. فكنت حابب أنوع من كل الأشكال. بما أنه كان محمد موجود مقابلي فكنت عم بحاول أغيظه حتى آكل وأستمتع فيهم أكتر، بس ما سقيت أكيد في محمد، فكان لازم أعطيه عشان يدوق من الشيء اللي أنا رح أكله. كتير رقيق. لاحظ العجين. هي بسطرمة. اوه كتير رهيبة، كتير رهيبة. صراحة الطعم خرافي، صراحة الطعم خرافي. راح أدوق اللحم المجفف. فعلا رهيبة بصراحة. المطعم ونظافته بياخذ 10 من 10. أنا عجبني الطعم. محمد جرب كلها قطعة. محمد هي إلك، وهي إجا العيران كمان. محمد رهيب العيران له. يا جماعة هي العشق عند محمد، هي البروتين لمحمد. حرمت مسكه. يعني ما بقول لا. يا جماعة عن جد كان الاستقبال هون كتير حلو، استقبلونا بكل صدر رحب. لهون وصلنا لنهاية الفيديو معكم اليوم. خليني اروح اشوف الحساب ونرجع لكم. طبعا هلا صار وقت الحساب، ونشوف قديش الحساب رح يدفع. ما بعرف قديش الحساب، يعني هيك كاتبين كان في المنيو 110 مع اللبن، فخلينا نشوف الحساب. يا جماعة الحساب 130 ليرة تركي ولا شيء. وصلنا لهون لنهاية الفيديو معكم اليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. سلام.